في مصر أم الدنيا هنسمع سوا عزف لأحلى سيمفونية حب شاهد عليها التاريخ، صوت جرس الكنيسة مع الأذان. مغامرتنا النهاردة من قلب مجمع الأديان في حي مصر القديمة هتبتدي رحلتنا، يلا بينا نبدأ. قديه حلو نسمع جرس الكنيسة مع صوت الأذان ونكون نحنا ايد واحدة، شي بيرفع الراس عن جد. أخوك فرحان، أنا فرحان لفرحه، بحتفل معاه. مالنا؟ لو أنت عندك غضاضة عندما ترى كنيسة قدامك، أنت تفتش في كمال إيمانك. مجمع الأديان موجود في مصر القديمة، بالتحديد في منطقة الفسطاط، بيجسد الوحدة الوطنية والتعايش الديني اللي عاشت فيه مصر من قديم الأزل لحد يومنا النهاردة الحمد لله. خلينا نبدأ بالكنايس اللي موجودة هناك ونبدأ جولتنا مع بعض. لما تزوروا مجمع الأديان هتلاقوا هناك 7 كنائس أثرية، وأول كنيسة هنزورها مع بعض هي الكنيسة اللي اختبأت فيها العائلة المقدسة لما جت لمصر 3 شهور، وهي كنيسة المغارة، ودي اللي هنبدأ بيها رحلتنا دلوقتي مع بعض وفي طريقنا ليها. وأثناء رحلتنا هنلاقي هناك تحف وأنتيكات وكتب زي ما حضراتكم شايفين، حلوة قوي. وعمر مجمع الأديان في مصر بقاله أكتر من 1500 سنة. المسجد جنب المعبد اليهودي جنب الكنائس. والكنيسة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي هي الكنيسة اللي اختبأت فيها العائلة المقدسة 3 شهور لما جت على مصر. وده بقى البير اللي شربت منه العائلة المقدسة أثناء تواجدهم في مصر، تخيلوا. وطبعا بيتباركوا بيه إخواتنا المسيحيين لحد النهاردة. وده بقى طبعا المكان اللي استخبت فيه العائلة المقدسة 3 شهور. متخيلين معايا قيمة الحدث وعمره قد ايه؟ عايش بقاله أكتر من 1500 سنة على أرض مصر. قيمة دينية كبيرة قوي وتاريخية، وكمان قيمة فنية وتحفة معمارية عظيمة قوي قوي. مشهد كتبه التاريخ وبيثبت للعالم كله قد ايه مصر والمصريين ايد واحدة، قد ايه مصر بتحترم كل الأديان وبتحتضنها، قد ايه متحضرين. بجد مشهد جميل عمري ما تخيلته غير لما زرت المكان. الكنيسة المعلقة، ودي تاني كنيسة هنزورها النهاردة، واتسمت بالكنيسة المعلقة لأنها اتبنت على 2 حصن من أبراج بابليون الروماني، واللي كان بيضطهد المسيحيين في الوقت ده. علشان كده بنوها فوق الحصن بتاع بابليون وسموها بالكنيسة المعلقة. تفاصيل فنية ومعمارية كبيرة وعظيمة جدا جدا. هتتبسطوا جدا لما تروحوا المكان. ممكن كمان أثناء الرحلة نستعين بمرشد يكون موجود معانا طول الرحلة.
وده بقى معبد بني عزرا اليهودي، واللي قال عليه اليهود إنه كان مكان صلاة سيدنا موسى، لكن هو في الحقيقة كان كنيسة وبتمتلكه الطائفة اليهودية لحد النهاردة. وده بقى بيقال إن البير اللي لقوا فيه سيدنا موسى. خلينا نشوفه مع بعض. هنا كان نيل اكيد طبعا. ماشي، فهم قالوا ان المكان ده اللي اتلقى فيه، ولما لقوا النيل بيجف حوطوا على البير ده، عملوه بير، يعني حوطوا على. وهنروح دلوقتي على مسجد عمرو بن العاص، لكن واحنا راجعين تاني وخارجين من الممر قابلنا الراجل الطيب الجميل ده عم يونان، عنده حاجات حلوة قوي وكان بيساعدنا كأنه مرشد سياحي، بيقول لنا كل المعلومة. انتوا مش فاهمين الناس هناك حلوة وطيبة ازاي. انا بس احب ان اي حد يجي يعمل زيارة لمجمع الأديان يجي هنا عند عم يونان، عشان بجد عنده حاجات حلوة قوي. ربنا يخليك يا عم يونان. أشهد أن رسول الله. مسجد عمرو بن العاص من أروع المساجد اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. المساحة والراحة النفسية والقيمة التاريخية. المسجد ده هو أول مسجد اتبنى في مصر وأفريقيا، وتم إنشاؤه سنة 641 ميلاديا، أيام فتح وحكم عمرو بن العاص لمصر. أولاد مصر أولاد مصر أولاد مصر، لو لفيت الدنيا بحالها لفيت ولقيت بيت مفتوح الباب، ومرحب بيت مرحب يا أحباب، وشوق عيون صدقة. صورنا اللي قدرنا عليه، لكن في أماكن كان ممنوع فيها التصوير. روحوا بجد هتتبسطوا قوي قوي. ده انت في بيتك واحنا ضيوف، واهلا بيك من صوت ملهوف. ده انت في بيتك واحنا ضيوف، تبقى في مصر لحماية بلدنا، وأول حماية فيها محبتنا لبعضنا، محبتنا لينا كلنا لبعضنا. ادخلوها آمنين